بس الحقيقة بعيد عن غباء تصريحات حسام حسن وعن محاولات الإصلاح الطيبة من هاني أبو ريدة، قلنا وكررنا وبنعيد وبنزيد إن المغرب في حتة تانية في كرة القدم في إفريقيا. المغرب الأفضل في إفريقيا بالنتائج بالأرقام بالحقائق، مش بوجهة نظري. ومهما أنا قلت ومهما عدت، المغرب الأفضل في إفريقيا بفرق شاسع. كرة القدم في العالم بتقام بنظام كأس العالم. المغرب رابع كأس العالم، أول دورة إفريقية في التاريخ توصل رابع. المغرب في الدورة الأولمبية في باريس 2024 الثالث، وكسبانة مصر على الثالث والرابع 6-0. المغرب بطل العالم، بطل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، غير بقى بطولات الناشئين، غير بطولات السيدات، غير بطولات المحليين، الصالات، الكرة الشاطئية، متفوقين تماما. الموضوع في نظام، في ترتيب، في سيستم، في حاجات محترمة. ما فيهوش مجاهد وكابورت والناس اللي مبوظة الكرة في مصر، ما فيهوش دياب والكلام ده، لا. ناس محترمة بتدير مؤسسة محترمة. ما فيهمش وائل فرحان والحكام الفسدة القذرين دول، لا. الدنيا مختلفة عندهم. ده غير كمان ان المغرب احسن بنية تحتية للمنشآت الرياضية في افريقيا.